السلام عليكم. أسوأ صفة في الإنسان، هذه الصفة هي ملكة الصفات السيئة في الإنسان، والله تسميها المديرة. لا، لأنه هي تقود الصفات الأخرى، عندها القدرة باش هي تفعل الصفات الأخرى. هي الحسد. أسوأ صفة على الإطلاق هي الحسد. لا، لأنها قلت لكم هي وقود الشر، لأنه أنت جوست تحسد واحد تولي تقدر دير له أي حاجة وتبررها نفسك، تجيب لك واحد المبررات اللي يقنعوك، لأنه أصلا عندك انحياز حسدي باش دير فيه الشر وتشوف فيه باللي هو اللي راه ظالمك. والمشكل الأكبر أنه صعيبة بزاف. له لسببين. شوف، السبب الأول وهذا هو أهم سبب، لأنه تقريبا ما عندكش فرصة مع الحسد، بيخليك حتى فرصة باش تتعاود تتراجع على الموقف تاعك، أو يعطي لك الفرصة الواحدة اللي هي أنت كي تحسد واحد، مثلا واحد أنت حاسده شفتو حقق حاجة ولا دار حاجة ولا خير منك في حاجة، يبدا الحسد هذاك تاعك يتحرك، ثم تبدا تسول لك نفسك، تبدا تكرهه بلا ما تحس. المشكل انه ما يبقاش في الكره، باك تبغي تهديه، تبغي تزول النعمه تاعو هذيك، ولو تكون انت مشارك، المهم تولي دير له امور اخرى. ومن بعد اذا كان هذه في افضل الحالات، اذا كان عندك ضمير حي يقول لك اصبر، يقول لك السيد مازال ما توجدكش، تولي انت تستنى في تترصد له اهون حاجه باش تخرج هذاك الحسد كامل، تخرجه على شكل شر والله اذى ليه. هو مثلا انت واحد ما انت حاسدو جامي دار لك حاجه، انت راك كرهته دخلاني، وش لازم لك سبه قلت لك باش تقنع بها الضمير تاعك باش يعطيك لا ماء تروح تفجر. تجي عقب ما يشوفكش ما يقول لك صباح الخير مثلا، هذيك عفوا، هذيك اللي ما قال لك صباح الخير من بعد كي يشوفك يقول لك صباح الخير، تقول له امشي انت واحد كيما انت، والبارح وما كنتش تقول هذه وانا قلت لك ما قلت هذيك، تستغلها. ولا واحد مثلا يكون قريب لك شويه، صاحبك ولا موالف يقصر معك، وانت بديت تحسدو يجي يقصر معك بامر بسيط اللي ما نقولوش باللي مقبول، بصح ما يدومونديش هذيك رده الفعل الكبيره اللي راح ديرها انت لاحقا. مثلا يجي يقصر معك، يتوشيك راسك هكذا، ولا يتوشيك ظهرك، ولا تدور ليه انت، هذيك هي هذيك القطره التي افاضت الكاس المليء بالحسد. دير له صوق عليها وانت غير باش تعاديه، وديرها مسوغ باش تهديه من بعدها، هو غير توشاك بك انت كنت تحوس على السبب. ولهذا حاول تستغل هذيك الفرصه الاخيره ولا الفرصه الواحده تاع الضامن، يقول لك اصبر السيد ما ابداش حاجه، حاول تراجع نفسك وتوقف على الشيء يكون. والامر الثاني اللي يخليها اسوء صفه عليه، لانه محرجه مخجله. دوك نقولوا واحد مثلا غلط مع واحد والله، ومن بعد بغى يتراجع، بصح هو الغلطه تاعو انه مره على مره يتقلق بزاف. كنت تروح لواحد وانت وتقول له والله يا خويا انت فيك مشكل تاع القلق، يقول لك والله صح، يقول لك انا والله كي نتقلق ننسى روحي وندير هكذا وندير هكذا. والله يقول لك مثلا كي نحزن تصرى لي هكذا، والله كان عندي حاله معينه، والله يقول لك والله راني مريض مثلا. هذوك الامور كامل يقبلهم الانسان، بصح الحسد محرج يا اخي. واحد ما يقبله، واحد ما يقبل انك تروح ليه انتيا تقول له اسمع والله راك تحسدني، راك تكرهني. وزيد انت حتى انتيا من المحرج ان تروح لواحد تقول والله انت حاسدني، ثاني عيب عليها. هذه الصفه سيئه جدا له، لانه حتى النفس تاع الانسان صعب جدا باش الانسان يقر. شوف، لازم بينك وبين نفسك بقى. العلاج الوحيد لها مش راح يجيك من الخارج، راح يجيك من الداخل. انه انت يا وحدك تقعد مع نفسك وتشوف هذاك الانسان، تقول يعني اسكو صح هذا يسحق نعاديه ونزيد نحاول ناديه. لازم وحدك، لازم تكون منصف، لازم تغلب نفسك، لازم تهضر معاها بعقلك ولا بقلبك ولا بضميرك، تقول لها يا نفسي ارواحي نقعدوا نديروا مراجعه، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، واش دار للسيد تلقاه ما دار لك والو. وهذيك الاسباب الواهيه اللي قلت لك عليها باش تخلي الضمير تاعك يسكت، ثاني حطها اكوت، يقول اسكو زعما كيما قال لي صباح الخير والله هذيك، اسكو تستحق اني نعاديه للدرجه هذه، ونزيد نهضر في ظهره، ونزيد نشوه السمعه تاعو، ونزيد نحرض عليه، ونزيد نبغي ناديه. تقول لا لا. وشوف، ما كانش واحد يخلو من الحسد، ما كانش انسان. هو على كل حال تختلف من واحد لواحد، بصح ما كانش انسان ما عندوش الحسد. يعني مهما كنت نتايا دير مراجعه بينك وبين نفسك عن الناس هذوك اللي راك مهاوشهم، ربما كانت حسدا منك برك، وحاول تراجعها. بالك غلط والله، بالك كانت لا رياكسيون تاعك اكبر بالموقف هذاك ما يطلبوش، وحاول تصلح الامور. السلام عليكم ورحمه الله.